طيب الحقيقه بعد تخلينا عن دستة الحطب اللي كنا بنجيبها عشان نتدفى فيها او قصعة الفحم اللي كنا بنلاقيها تحت، وبعد ظهور طبعا حاجات زي الانترنت، فكل واحد بقى في اوضته ما عندناش بنلزق في بعض. المهم الحداثه بقى والكلام ده، هو ظهر حاجه اسمها الدفايه، ودي كانت بتبقى موجوده عند ولاد الناس، بس الناس اللي هي بتبقى جايه بفينو ولانشون والارضيه بتاعت بيتهم باركيه وعندهم جزامه والحاجات دي، وعينا يا باشا وكبرنا عليها. حبيبتنا حبيبه الشعب المصري طبعا ياما سلخت لي في رجلي وعملت لي جفاف، لكن تبقى طبعا اسطوره كبيره. الحمار ده مش لون ولا حاجه، ده من كتر ما هي بتدفي يعني. المره دي بقى الحقيقه تلاقي لي حاجات كده غريبه، وانا راح اشتري ما اعرفش ده. وبعدين بقى ارقام بقى واسعار ما اعرفش يعني. دفايتنا كانت ب 300 جنيه ولا 280 كمان، بس قلت يلا مش مشكله عشان خاطر السلسله الغريبه اللي احنا بنعملها دي والتجربه. رحت اشتريت البلاي ستيشن جلد ده يا اسطى. نشوف مين اسرع في تدفئه الاوضه، مين اقوى كباور، مين بيوزع الحراره صح. لان خد بالك ممكن اقعد اطلع حراره عادي قويه لكن في مدى قصير ما عملناش حاجه. انا عاوز الاوضه كلها تتدفى. مين ما بيطلعش صوت نهائي، عشان احنا اتكلمنا في الموضوع انا ما بحبش. والاهم من كل ده اكيد عوامل الامان اللي موجوده في الدفايات دي. ازاي اطمن وانا ابقى مشغل دفايه كده في البيت، استهلاك الكهرباء والقصص دي كلها. هنقعد يا باشا نفهم كل حاجه. طيب خلينا نفهم الاول الفرق بين كيفيه عمل الدفايات. الدفايات ده عالم فيه سكك، يعني كل دفايه واخده سكه. دفايه واخده سكه الشموع او اللي هي اللمبات الهالوجين دي، في دفايات شغاله بالزيت، في دفايات شغاله بالغاز، وفي دفايات مؤخرا بقى شغاله بحاجه زي السيراميك كده اسمها BTC. الدفايه حبيبتنا معلم دي بكل بساطه حاجه زي اللمبه كده. اول ما بتوصل الكهرباء للدفايه اللمبه بتبتدي تسخن على طول مباشر. زائد ان الانابيب ده معلم هي بتسخن او كل حاجه، بس بتسخن في مجال قريب منها. انت عشان تدفي لك رجلك هتحطها تحت رجلك، عشان تدفي لك جسمك هتحطها في مستوى جسمك، فاهم؟ عشان تدفي لك هتقعد بقى. طب ماشي خلاص انا هروح اقعد انا جنبها وكل حاجه وهقرب لها عشان اتدفى. ما لا، برضه الهالوجين ده معلم بيطلع طاقه او اشعه حراريه انفراريد. بناء على اللي قراته يعني الحاجات دي بتعمل جفاف شديد في الجسم، فما ينفعش ابدا تبقى مباشره على العين او على الوش او حتى على الرجل هتعمل لك جفاف فيها. مع زاويه بتتحرك عشان تبقى بورتابل طبعا لو انت بتاخدها في اي حته يعني. تعملها كده تبقى ستاند. وزرار قدام بتغير فيه من الليفلز من 1 ل2 ل1 ل0 ل1 ايه هي كده، هي ماشيه كده، هي 1 2 بس، هي خلاص هي درجتين، وبيرجعك بقى لواحد تاني بدل ما يطلعك فوق تاني. والزرار الاهم طبعا والاختراع الثوري اللي انقذ حياه الملايين هو الزرار بتاع اللي تحت ده. قال لك بدل ما نعمل سيفتي فيتشرز وسنسورز وبتاع، باشا هو زرار محطوط على الارض، لو وقعت من على الارض الزرار الشال خلاص فصلت، هي بتفصل خلاص. طب افرض مثلا وقعت على وشها او عيل صغير داس على، لا ما دخل ما اعرفش. طيب ايه التانية بقى دي بتعمل ايه بقى؟ معلش يعني معلش بالسعر ده انا ممكن اجيب يعني، انا ممكن استحمل البرد يعني، ما عنديش مشكله اخد الفلوس دي انفخ في ايدي بقى، او بقى بالسعر ده اجيب ناس تنفخ لي. الاكس بوكس ده بقى فهو ما عملش حاجه يعني، ما غيرش حاجه، او عمل شويه اصدار فوق تاتش بس يعني. الشبكه اللي قدام دي بقى بلاستيك بدل ما هي حديد. البلاستيك ده المفروض ان هو مقوى يعني بيستحمل السخونه، اتمنى يعني مش هيسيح يعني. النوع ده من الدفايات يا سيدي بيعتمد على قطعه من السيراميك زي ما قلنا. القطعه دي كهرباء واصله فيها، فهي نفسها مصدر للحراره. طب بس هي صغيره وجوه الدفايه، فازاي هنطلع منها الحراره؟ عن طريق مروحه بقى، مروحه عادي جدا. هي اسمها مروحه يا جدعان، مروحه كده خلاص بقى معايا بورشه يعني، مروحه دفع بتاخد الحراره دي وتزقها لبره. فطبعا بيفتح لك اوبشنز ان انت تتحكم في درجات الحراره اكتر. كل ما المروحه تبقى اسرع كل ما تطلع لك حراره اكتر. خد بالك هنا التكييف بيستخدم نفس الفكره تقريبا الموجوده هنا في التدفئه، عشان كده لما بتشغل على السخن بيعمل لك صوت لان هو بيشغل المراوح عشان توزع الحراره. طيب شفنا نظام توزيع الحراره، عاوزين نشوف بقى نظام توزيع اللايكات. انا ده ما شفتوش قبل كده خالص، عاوز اشوفه بقى النهارده على الفيديو ده، توزيع لايكات بس. حلو، عشان اشوف الكلام ده فعلا بقى حقيقي ولا مش، لان في حصل كام حاجه في الاخر كام مش مطمنه. جبت الدفايتين يا معلم، وجبت جهاز زغنطوط كده. الجهاز ده وظيفته ان هو بيقيس درجه حراره الغرفه ورطوبتها لحظيا.
خد بالك احنا بنبرد الاوضه الاول قبل ما نختبر الدفايه التانية، بنخلي الاوضه توصل لدرجه الحراره الطبيعيه بتاعتها والكلام ده، والدفايات محطوطه على نفس البعد ونفس مده التدفئه، يعني حطيناها هتبرد نفس المده، حطيناها دي اللي هي الناس كتير بقى تيم وبتاع، مش انا يعني لوحدي الساعه 1 بالليل في الاوضه بعمل البس في حاجات محدش فاهمها. طيب الكلام بعد نص ساعه كل دفايه فيهم تقريبا زودت الاوضه 3 درجات مئويه عادي جدا. يعني فين بقى باشا المراوح والسيراميك انتصرنا. الدفايه بتاعتنا خلاص هي معلش بتزود عن ال3 درجات المئويه دول. سبت على نص ساعه كمان كامله عشان تعمل اي حاجه، مفيش، هي خلاص واقفه على كده. الدفايه التانية انت بتقدر تتحكم في الموضوع ده من خلال الابلكيشن. تدخل يا باشا تقول لها انا عاوز درجه حراره الغرفه توصل ل 22. لو وقعت بقى ولعت في البيت ولا حاجه، ايه، انده عليها بس بالفويس اسيست كده، هي سيري ومش تفهمك برضه لان الفويس اسيست بالانجليزي بس، فكنت اتصلت بالمطاف اسهل. نص ساعه تقريبا وكانت موصله درجه حراره الغرفه للايه الرقم اللي انا عاوزه. خدت بالي برضو ان توزيع الحراره مختلف شويه. الدفايه بتاعتنا بتوزع حراره مباشره، لكن زوايا الاوضه ورا الدفايه مش واصل لهم الحراره دي قوي. الدفايه التانية لا بتوزع صح، لان هي بتلف اصلا في زوايا الاوضه واصل لها درجه حراره حتى ورا الدفايه. ده بغض النظر طبعا ان كان في ريحه غريبه في الدفايه الهالوجين دي، يعني داخل الاوضه كده حاسس ريحه بيلي سايح. بعد القصه دي بقى بتتكلم في ساعه مثلا درجه حراره الدفايات دي بقى وحواليها والقصه دي، عشان دي خطر برضو، انت بتلمس الحاجات دي وهي شغاله. ازرار التحكم ماشي يعني من 30 ل 35 فرق مش كبير قوي، لكن الحقيقه الفرق الاهم هو مصدر الحراره نفسها بقى. عشان مصدر الحراره هنا 580 دي درجه حراره النار. الشمعه عارف الشمعه درجه حرارتها بتوصل من 500 ل 1000. الفريم حتى بتاع الدفايه داخل في 90 درجه مئويه. الدفايه التانية عشان سياسه مختلفه زي ما كنا شرحنا، عادي جدا درجه حرارتها عاليه بس تقدر عادي تحط ايدك عليها وتمشي فتقوم يا عم تتدفى في بطانيه ولا تقف مع امك في المطبخ ولا تعمل لك ترمس شاي وتحطه جنبك وخلاص. طيب النقطة الأهم بقى في قصة الدفايات دي اللي كان نفسي بقى أجربها بجد وأفهم عوامل الأمان هنا تمام، علشان يبقى في فرق فعلا في الأزمنة، لأن كان في حقبة كده من الزمن محدش مهتم على عوامل الأمان دي. خلاص اللي يتحرق واللي يموت كده كده، مفيش نت ولا في حد هيفضحنا يعني خلاص. فهنشوف بقى يا باشا عاملين سنسورز فيها وأبلكيشن وحوار كده، نشوف هيفرق ولا يعني شوية اختبارات بسيطة خالص كده. هنجيب كيس بلاستيك ونقلب الدفايات عليه ماشي، ونشوف يا باشا لو الدفايات ولعت لنا في الاوضه يبقى ايه نسيب الدنيا استبدل الهاند ماشي، لكنه لا يستطيع ابدا التخلي عن الفكره العبقريه. الزرار يا معلم اللي تحت ماشي زي ما هو عادي جدا نفس الفكره. عاوزين نعرف امتى الدفايه هتقفل من نفسها اوتوماتيك وفي قد ايه حرارتها هتقل، لان معلش هي لو بتقفل اوتوماتيك بس حرارتها بتاخد وقت عما تقل وساحه الكيس البلاستيك كده ما عملناش حاجه. زاوية التصوير دي نار ولعة. دفاية هالوجين بتهيألي اللي يحتاج لايك الزاوية دي. مرة والتانية والتالتة حصل طبعا في النهاية ان الكيس ساح كده على بعضه وعمل حاجات، بس بتهيألي يعني دي حاجة عبيطة قوي ما تأثرش في حاجة اتمنى يعني، لان هو كيس اصلا خفيف جدا انت ممكن تعمله بضفرك كده. الدفاية التانية زي ما قلنا ما فيش فيها الحرارة العالية جدا اللي تسيح الكيس فعلا، هي ولا كأنها وقعت عليه. هي ما حرقتش الكيس بس اتكسرت، يعني ما اعرفش ده ايه. الوقعتين 3 دول عملوا لي كسروا لي الفريم من فوق. اتوقع محتاج تبقى انشف من كده شويه يعني، لان المفروض دي هتعيش وتبقى كاتبين على الويب سايت بقى الديورابيلتي. الاختبار اللي بعده هنجيب كيس برضه، بس كيس بقى كيس مخده، وانهم جايين لافينه حواليها وخانقينهم هما الاتنين. الاختبار ده بقى يعني ربنا يسترها علينا. احنا هنشغل دفايتين على اعلى طاقه فيهم. الموضوع اخد من 2 ل 3 تقريبا عشان السنسور اللي في الدفاية ذكية يفهم ان دي درجة حرارة مش طبيعية وخطر على الدفاية وخطر على البيت، فيقفلها على طول اوتوماتيكلي. دفايتنا حبيتنا طبعا، يعني احنا برضه هي قله قيمه بامانه اللي عملناه فيها ده. ستايل بقى تولع في البيت بقى وتكسر طبعا. الكلام ده يا جدعان خطر، ما حدش يجرب اي حاجه من دي في البيت. دي حاجات احنا بنعملها وعاملين احتياطاتنا كويس قوي. 23 فرد واقفين بالطفايات والحاجه. في اختبار مهم بقى هموت واعمله بصراحه، يعني هو ان انا احط ايدي لحد ما تتلدع او تتلسع.
او تتلزع. ماشي جميل، وتطبيق وسنسورز وقصص وحاجات من ده. اكيد بقى في استهلاك كهرباء هنا اهو اعلى، يعني المفروض ان دفايتنا الجميله دي 600 واط، لكن البروجيكتور بتاعنا ده ايه 2000 واط تقريبا، يدي باور اعلى اكيد في التدفئه ويدي ويرمي مساحات اكبر. فيها درجات طبعا من الابلكيشن، تقدر تخليها 1200 واط او 600 واط برضه زي الثانيه. وفي هنا وضع المروحه بالمناسبه، يعني تقدر تشغلها از مروحه بس، لان هي فيها مروحه جوه زي ما في الوقت. تقدر تعمل لها تايمر لو انت عاوزها مثلا تقفل بعد مده معينه. تقدر تتحكم في زاويه الحركه بتاعتها، يعني قمه الدلع والرفاهيه. وما تقدر برضه تعمل لها لوك، يعني تخلي الازرار اللي فوق عشان لو في عيل صغير ولا قطه معديه ولا بتاع ما تضغطش على حاجه بالغلط تعليها توطيها. لكن خد بالك من حاجه، الدفايه باشا الغلبانه بتاعتنا ما بقالهاش اي صوت، ماشيه جنب الحيط كده. اللايك يا رجل. فبس يا سيدي، يعني الحمد لله، يعني الحمد لله عدت على خير، واتمنى يعني تعد من احسن، ما يبقاش فيه. دفايتنا ما زالت متربعه طبعا على العرش، يعني بغض النظر عن المشاكل الجسديه، الاضرار اللي ممكن تحصل في البيت اتوقع كلها ممكن تتحل بفرق السعر ده. وفي النهايه نقدر نقول مفيش احسن من الشموع، والله الشمعتين اللي كنا بنشغلهم في الشتاء ونقعد نتدفى كده وشويه فول سوداني، 7 كبرتات اللي عندك في الاوضه، وبس لك شرابين 3 وشويه من القصص. وكان في حركه كده بنعملها زمان، اللي هي بحط ايدنا كده بتعمل ازاي الان؟ طلع 2 كده. يلا يابا قوم يابا، قوم يابا ذاكر يابا.